احنا دلوقتي بنستلم حطط أعمدة الدور الأرضي. أول حاجة عملناها إن احنا استلمنا وزنات حطط الأعمدة اللي في النواصي، يعني في كل جنب استلمت أول عمود وآخر عمود، نزلت عليهم شواغيل على عمدان البدروم اللي تحت واستلمتهم في كل الجناب بتاعت العمارة، يعني في الأربع وجهات. ودلوقتي بستلم تربية المبنى، يعني طول المبنى في الأول وفي الآخر وعرض المبنى في الأول وفي الآخر. نبص دلوقتي على طول المبنى في الاتجاه ده، المفروض هو في اللوحة 15 متر 95. مسكت عندك يا معلم؟ بس كده يا باشمهندس. جايب كام عندك كده؟ 16 متر. 16 متر، هو في اللوحة 15 95. وتخنتين يبقى 16 متر. تخنتين الحطط 5 سنتي. طيب اروح ابص عليها هناك زي ما انت. نبص برضو نشوف المتر بادي معايا من تجليد العمود ولا لا. الله ينور يا معلم. دي التخانة اللي احنا زودناها هنا وزودناها هناك، يبقى كده 16 متر المقاس. هنقيس دلوقتي المسافة بين أول عمود وآخر عمود اللي هو بيديني طول الواجهة التانية، والمفروض تديني نفس المقاس اللي هو 16 متر. جايبة كام يا معلم إبراهيم؟ 16 متر يا باشمهندس، خشب الله ينور يا معلم. و95 خرسانة. الله ينور. هي مدياني 16 متر دلوقتي زي الواجهة التانية. اروح ابص على المتر وهو ممسوك في بداية الواجهة، المفروض يكون ممسوك من اللوح من بره. الله ينور يا معلم. عليك يا هندسة. هنقيس دلوقتي المسافة بين أول عمود وآخر عمود في الواجهة الأمامية، العرض الصغير المفروض 9 متر خرسانة. هنزود تخنتين الخشب يعني يديني 9 متر و5. هنا ماسكين من الدبلة، المفروض العمود الناصية اللي هناك ده تديني 9 متر و5. الله ينور يا معلم. 9 متر و5 اهي كده. باقيلي الواجهة اللي ورا هنقيسها. مقاس جايب كام هنا يا معلم ابراهيم؟ 9 متر و5 يا باشمهندس، 9 خرسانة و5 تخنتين. ماسك على الحط هنا يا معلم. ماشي يا معلم. الله ينور. كده احنا استلمنا المسافة بين أول عمود وآخر عمود في كل الواجهات، فتأكدنا إن المبنى بتاعنا متربع. طول الواجهة الأمامية زي طول الواجهة الخلفية، وطول الواجهات الجانبية قد بعض، يعني المبنى بتاعي متربع، يعني مساحة المباني بتاعتي مظبوطة زي الرسم بالظبط. فاضل لنا دلوقتي إن احنا نعمل زاوية هندسية عشان نتأكد إن المبنى مزوي، وإن العمدان كلها محطوطة في أماكنها والحطط بتاعتها كلها مظبوطة بنسبة 100%. احنا قسنا هنا كام الأول؟ 3 متر. طب هات ال3 3 متر. متر كده يا معلم. خش يا باشا. أول مقاس بنيسه الأول اللي هو مقاس 3 متر. تمام. نقيس بعد كده ال4 متر في الاتجاه التاني. بنعمل الزاوية المقاسات 3 متر و4 متر و5 متر. كده المتر هو متعلق في تجليد العمود. قسنا هنا المقاس اللي هو 4 متر. بعدين هنشد وتر ما بينهم عشان نتأكد ان الأجساد مزوية بنسبة 100%. كده الزاوية قفلت معايا على 5 متر، وبكده نكون اتأكدنا ان المبنى عندنا مزوي، وان كل الأعمدة في مكانها وكل الحطط مظبوطة بنسبة 100%. هنعمل برضو زاوية عكسية في الجنب اللي هناك للتأكيد برضو.